4 أشخاص وبسبب مشاكل عائلية. كيف تم اكتشاف فعل هذا الفاعل لا يفعلها إلا إنسان؟ وصل جواني ورطعهم السلام عليكم. اليوم معانا ريمة وكثير تقشعر منها الأبدان ويشيب منها الولدان. البيت الذي وقع فيه الكارثة أمس داخله 4 أنفار، فصلهم لداخل أوجع قلوبنا والله. لكن ما يفعل هذا الشيء إلا إنسان ما هوش بعقله تقريبا، ما هوش بعقله أبدا أبدا. والله كارثة تقشعر لها الأبدان ويشيب منها الولدان ويندأ لها الجبين. هذا الجاني الذي تم تفصيل 4 أشخاص من أفراد أسرته في منزلهم الواقع خلف مستشفى ألوى الأخضر، قرية الجيري، منطقة السعول، خارج مدينة إب. والضحايا هم خالته، زوجة والده، وزوجة أخيها المغترب، و2 من أبناء أخيه صغار السن، 1 بن سنة و6 شهور. ومن ثم وضعهم بشوالات جواني. من هو؟ هيثم الهياش. هيثم عبد أحمد الهياش من أبناء البيضاء، انتقل ووالده للسكن في السحول. والد هيثم حاليا مغترب بالسعودية وميسور الحال، يعمل جانب أولاده. من بينهم هذا هيثم الذي يعد من مواليد السعودية، وتزوج قبل 3 سنوات بمكة، واتخذها سكنا له مع عائلته والتي ما زالت هناك. وبسبب مشاكل عائلية قرر هيثم السفر إلى اليمن ليتغير حاله وينفذ الكارثة التي كانت في عقله. وقرر هيثم أن يلحق الأذى بأقرب الناس إليه. كيف تم اكتشاف هذه الكارثة؟ عقب قيام هيثم بتفصيل 4 الأشخاص وتوزيعهم، تحرك الأجهزة الأمنية. عقب تلقاء الأجهزة الأمنية باب بلاغ بالحادثة، تحرك إلى المنطقة ليتم القبض على الجاني بعد أن فر هاربا نحو مدينة القاعدة. لكن خبرة وحنكة الأجهزة الأمنية كانت له بالمرصاد، وتم القبض على الجاني الذي أرعب سكان المنطقة وأذهل الناس كامل باليمن داخلا وخارجا. بالفعل هذا شنيع صراحة. يعني المنظر الذي شفته أنا ما أقدرش أستوعبه ولا أقدر إيش أقول لكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لهم الرحمة، ونسأل الله تعالى أن يصبر أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحتسبوهم عند الله تعالى. فعل هذا الفاعل لا يفعلها إلا إنسان متعاطي، وأنتم فاهمين بهذا الخبر. أما حالة نفسية، كذاب أبو من يقول إن بين حالة نفسية 4 أشخاص. وصل جواني ورطعهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.